سلام، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قصه جديده. قصتنا اليوم على عابر واحد البنت من الجزائر. تربات وسط واحد العائله اللي عامره بالحب، والديها كيبغيوها بزاف. عابر من صغرها وهي بنت متفوقه في الدراسه ديالها، دائما من الاوائل، تقريبا دائما كتجيب النقطه كامله. قرات، نجحت في الابتدائي، في الاعدادي خدات الباك ديالها بميزات حسن، ومشات قرات في لافاك، فاليدات كاع داكشي ديالها، خدات لا ليسونس ديالها بمونسيون، وحتى الماستر خداتها. عابر كانت داك البنت اللي كلشي كيتمناها تكون بنته، وطبعا بزاف العيالات كيتمنوها تكون مرات ولدهم، حيت زوينه، ظريفه، مؤدبه، وزيدها القرايه، ودائما كيف ما قلت لكم من الاوائل. الشيء اللي خلاها انها تكون مميزه في الوسط ديالها. كانت نشيطه بزاف وكتبغي تشارك في جميع الانشطه اللي كديرهم الجامعه، دائما متطوعه من الاوائل، سواء في شي بحث ثقافي او في شي بحث علمي او في شي مساعدات، دائما كتلقاها من الاوائل. الشيء اللي خلى بزاف ديال الدراري يلاحظوها ويحاولوا يتقربوا منها. ولكن عابر كانت مركزه غير في القرايه ديالها، وحتى مش بزاف الناس اللي جاو يخطبوهم، سواء من الجيران او من العائله او لا من اللي كيشوفوها في داك الانشطه، ولكن هي دائما كانت كترفض بحجه انها باغا مركزه غير على قرايتها وعلى المستقبل ديالها. عابر من بعد ما خدات الماستر ديالها رجعت كدير ابحاث جامعيه. طبعا هاد الابحاث كتخلص عليهم، الشيء اللي خلى الخطاب يزيدوا يتكاثروا على دارهم. الدار ديالهم ما كانش كتخوى من الخطاب. علاش؟ حيت السيده كيف ما قلت لكم كل شيء يتمناها تكون في دارو كامله مكموله، ولكن هي ما عمرها فكرت في هذا الشيء. حتى لواحد النهار جالسين في دارهم، جا واحد السيد كيدق في الباب. ناض فتح الاب ديال عابر، شاف واحد السيد قدامه، قال له سيدي طالب ضيف الله. قال له مرحبا. هاد السيد هذا سميتو رمزي. قال له بغيت جيت طالب راغب في يد بنتكم. جاوبو بات عابر وقال له مرحبا، واخا ولدي شنو المستوى دراسي عندك؟ قال له انا ما عمري قريت، من صغري خرج من الابتدائي، من تما وانا معول على راسي. قال له ياك؟ واخا شنو خدام كنبيع ونشري، كل مره كنبريكولي في حاجه، المهم هو انني كندخل الفلوس. بين عابر بانلو بلي كاين فرق كبير ما بين بنته وما بين هاد السيد. الشي اللي خلاه يقول له غير سمح لنا ولدي، ما عندناش بنات للزواج، الله يسهل عليك. ناض خرج رمزي، خرجت عابر كتخاصم على باباها. علاش بابا ما تشاورش معايا؟ قالها بنتي واش ما شفتيش كيفاش داير؟ راه بعيد المستوى ديالك على ديالو. قالت له والو بابا، انا داك السيد هو اللي بغيته. قالها واش انتي مأكده؟ واش فكرتي مزيان؟ قالت له بابا باش نجيك بصراحه، انا داك السيد كنعرفو وكنت متفقه انا وياه باش يجي للدار ديالنا، ولكن حشمت نقولها لك، وداك الشيء علاش بابا عافاك، عطيه فرصه واحده اخرى، وانا متاكده بلي هذاك هو السيد اللي يصلح ليا. انا هضرت معاه وعقلي وعقلو كيتوافقوا. الاب كانت عزيزه عليه بنته بزاف وما قدرش يخسر لها خاطرها، خصوصا انه شافها شحال متشبته به وشحال مقتنعه به. واخا هو وامها ما كانوش راضيين نهائيا على هذا الزواج، ولكن تبعوا الرغبه ديال بنتهم. وبالفعل عيطات عابر لهاد رمزي ودارت معاه موعد اخر. جا للدار تقدم ليها، وبالفعل عابر كانت فرحانه بزاف ايام الخطوبه ديالها، كانت غطر بالفرحه، ما خلات ما وجدات، شرات الذهب، شرات الحوايج، كانت البنت طايره من الفرحه. وطبعا شكون فينا اللي ما كتفرحش بالخطابه ولا بالزواج ديالها؟ المهم بقات كتقاد شويه بشويه الامور ديالها، وهو كرا واحد الدار بعيده شويه على دارهم، وبقى كيجهز فيها بشويه بشويه. اتفقت هي وياه على كل شيء. من بعد واحد الاشهر قليله على الخطوبه داروا العرس. عابر داروا لها والديها احسن عرس، حيت كانت بنتهم العزيزه عليهم وباقا بنتهم، واخا ما راضينش على الزواج،
ولكن بالنسبه ليهم يشوفوها فرحانه، هذيك هي الدنيا وما فيها. داز العرس مزيان، كل شيء كان ناشط، من الماكله، الموسيقى، كل شيء كان زوين. المهم، نتوما كتعرفوا العادات والتقاليد سواء هنا او لا في الجزائر، باللي لا غد ليه يعني نهار الصبوحي كيمشيو والديها لعند البنت كيديو الفطور وكيمشيو لعندها. بالفعل مشاو عند بنتهم ولقاوها فرحانه وناشطه، فطروا مع بعضياتهم ضاحكين ناشطين، كل شيء هو هذاك. الام مشات مع بنتها للكوزينه وقالت لها امندرا، قولي لي بنتي كي داز داكشي؟ قالت لها كل شيء داز بخير يا ماما، ما عندك مناش تخافي، بنتك صافي رجعت مرا. الام مشات فرحانه وكل شيء كان هو هذاك. كانوا متفقين على اساس انهم يمشيو شهر العسل لغد ليه في الصباح بكري، وكانت علمت ماماها وباها باللي صافي راهما غادي يمشيو شهر العسل ويتساراو كاع المدن اللي كاينه في الجزائر. بالليل خو رمزي العريس جالس في دارو ما به ما عليه، شويه هو كيسمع الدقان بالجهد، ناض كيطير مخلوع وكيقول شكون اللي غيدق عليا في هاد النصاصه د الليل. كيلقى خوه رمزي والشكل ديالو مرعب، السيد صفر لونو مقطوع منه، كيترعد كامل وكيدخل ويخرج الهضره. قال له خويا رمزي شنو جاي دير عندي هنا؟ ياك انت من المفروض دابا تكون ناعس حيت غدا غادي تسافر انت ومراتك. قال له بغيت نقول لك شي حاجه، انا كنت شاد الطريق انا ومراتي مسافرين بالليل، ولكن خرجوا لينا شي قطاطعيه وشي شمكاره وسرقوا لي عابر وداوها معاهم في الطوموبيل، وانا هدوني بالسلاح ومشاو. قال له كيفاش سرقوا لك مراتك؟ واش انت حماق؟ هاد الهضره اللي كتقولها راه ما يمكنش يدخلها العقل. قال له هادشي اللي كنقول لك هو اللي صحيح. قال له واخا زيد يلا نمشيو نديكلاريو في البوليس. قال له لا، ما ديكلاروش البوليس، عافاك الا البوليس. خوه لاحظ باللي رمزي كيدخل ويخرج في الهضره، السيد مرتابك لونو صفر باينه داير شي مصيبه ومخبي. كلمه وقال له شوف غير سكالمه تهدن بشويه عليك، قول لي عابر شنو وقع لها بالضبط، انا راني خوك غادي نعاونك. من سمع هاد الكلام قال له نجيك للصراحه، انا قتلت عابر. قال له شنو؟ قال له قتلتها. علاش قتلتيها؟ قال له حيتاش ما لقيتهاش بنت وبغيت نستر عليها، ولكن المهم ما تفاهمناش ودابزنا، ومهم بقى كيدخل ويخرج عليا في الهضره. قال له واخا دابا فينا هي؟ قتلتيها فينا هي؟ قال له راني من بعد ما قتلتها درتها في الطوموبيل ومشيت لحتها في واحد البركاسه حاشاكم ديال الزبل. مشى هو وياه كيجريو ولقى عابر مسيبه في داك البركاسه، باقي الحنه ديالها في يديها، باقي الذهب ديالها لابسه اللي كانت فرحانه به. المهم هنا خوه قرر انه يعيط للبوليس، واخا عيا رمزي ما يرغب فيه، ولكن قال له هنا غتسمى كتدافع على الشرف ديالك، ولا تسترت عليك غنتسمى حتى انا شريكك، وحتى انا غادي ندخل الحبس، وانت ما تبغينيش اخويا ندخل الحبس. غادي نعيطوا على البوليس وكلشي غادي يدوز بخير، غادي نديروا لك احسن المحامين. المهم هو واخا هكاك حدو سمع خوها هاد الهضره، قال هاد الهضره ويهرب. خو داك الساعه اتصل بالبوليس، جاو البوليس واللي طبعا داو عابر من بعد ما تاكدوا انها ماتت فارقة الحياه، داوها للطب الشرعي. بقاو كيقلبوا عليه شويه ولقاوه. الطب الشرعي اكد انها ماتت بعده طعنات على مختلف انحاء الجسم ديالها، في الكرش، في القلب، مهم السيد طعنها بزاف ديال البلايص حتى ماتت. داروا معاه تحقيق وقالوا له علاش قتلتيها، شنو دارت لك؟ قال لهم انا كنت كندافع على الشرف ديالي، ولكن الطب الشرعي اكد لهم بان البنت يلا افتضت البكره ديالها البارح، يعني البنت كانت صحيحه ما فيها حتى شي حاجه، هذا ماشي هو السبب. قال لهم لا، هذا هو السبب، انا راني ما لقيتهاش بنت، وفكرت انني انا وياها نبقاو مزوجين شهر ونطلقوا، ولكن ما تفاهمناش وبقيت ما رضيتش وبقيت كنضربها. المهم من بعد ما زيروه وحاصروه بالدلائل ديال الطب الشرعي وباللي الطب الشرعي ما كيكذبش، واخيرا استسلم وقرر انه يعاود لهم شنو كاين. قال لهم باللي انا فاش مشيت خطبت عابر اولا الناس العائله ولا الجيران وكلشي اللي كيعرفني ديت داك البنت هذيك، كلشي كان حاسدني وكلشي كان كيقول لي كيفاش انت
اللي بدون مستوى اولا اللي ما قاريش نهائيا، دات داك البنت الذكيه اللي كلشي كيقول عليها ما شاء الله عليها. كانوا دائما كنت كنحس بالنقص بيني وبينها، واخا حتى فاش كنت كنخرج انا وياها وكنا مصاحبين، دائما كنت كنشوف في النظره ديال صحابها اولا صحابي باللي داك البنت انت ما كتستاهلهاش. الشيء اللي خلاني نحقد عليها ونكرهها، حيتاش دائما كنحس بقيمتي طايحه مع قيمتها، وهذا الشيء اللي خلى الغل في قلبي يزيد يكبر نهار على نهار. المهم، قال لهم في عين الناس كاملين كنت كنشوف راسي انني انا اقل منها، وبلي هي تستاهل شي واحد احسن مني، وانا نستاهل شي وحده بحالها. هادشي اللي خلاني نكرهها ونحقد عليها وما بقاش حامل الشوفه فيها. نهار العرس داز كلشي بخير، ولكن كنت كنشوف نظرات الناس ليا، كنت كنشوف انهم كيقولوا مسكينه شوف شكون دات. هادشي خلاني نحقد ونزيد نكرهها. دخلت بها ولقيتها بنت ومحافظة على الشرف ديالها، زدت كرهتها اكثر. داك النهار ديال الصبوحي مشى والديها، بقيت غير انا وياها، بقينا جالسين جات العشيه، ما حسيتش براسي. كنشوفها جالسه وفرحانه وناشطه وكتغني، وانا كارهها. كنقول كيفاش هي الناس كيشوفوها احسن مني، انا اللي راجل من صغري وانا كندمر وكنخدم، درت بزاف د الحوايج، خدمت على دراعي، قدرت انني نجهز الدار ونقادها، ولكن حتى واحد ما شاف لي هذا الشيء. كيشوفوا غير في الدبلوم وفي الماستر وفي الاجازه اللي عندها. الشيء اللي خلاني انني نمشي للمطبخ وهزيت الموس وبقيت غير كنطعنها بلا ما نقول لها حتى كلمه. ما حسيت براسي حتى شفتها طايحه قدامي وكلها دمايات. بصراحه انا ما ندمتش حيت قتلتها، حيت كنت عايش معاها كون راني كل نهار كنشوفها احسن مني، وكل نهار كون راني كنحس بها هي الراجل ماشي انا، وباللي قيمتها اكثر مني. هادشي علاش قتلتها. قالوا لهم المحققين مين انت حاقد عليها علاش تزوجتي بها؟ قال لهم تزوجت بها باش نرضي الغرور ديالي، وباش نقول باللي انا اللي ما حملنيش واللي كتقولوا عليا امي وما قاريش ديت هذيك اللي كلشي كيحلم بها. للاسف بزاف ديال الناس كيتلونوا بحال الحرباء، كيكون عاطي الانسان وجه ولكن هو في الداخل ديالو ربي اللي عالم به. الله يبعد علينا كل حاسد وكل حاقد. هاد الحلقه هذه غنسميوها ثاني نهار العرس، واللي المفروض انها عبير تكون فرحانه بزواجها وتكون اسعد وحده، فكانت مسكينه جثه هامده وهي مازال بالحنه ديالها. الله يصبر والديها، وخافت شحال من عام على هاد الجريمه الا وانهم باقين متاثرين. طبعا وشكون اللي ما يتاثرش، خصوصا ان كل الناس كانوا حاسدينهم على بنتهم. فما كذبش اللي قال باللي النص ديال المقبره عامره بالعين، عامره بالناس ميتين بسبب العين. الله يبعد علينا وعليكم العين والحسد والشر ديال كل واحد كبين وجه وهو في قلبه السم والحقد لينا.